هنا الكرة وصلت خطيرة الآن في اليمين. زلاكا يطلب الونتو جري. هذا اللاعب الآن في خطأ في غلطة مايلي في أي لحظة قادر على تهديد مرمى الأهلي. الكرة شخصية قوية لدى هذا اللاعب محمود زلاكا. طلب الونتو وفكر فيها مايلي. ارتدت من القائم. انظروا إلى شراسة بيراميدز. في أي لحظة هم كما قالوا لا نخشى الجمهور ولا الضغوط. نادي قادم لك لكن حتى الآن يطبقون ما تحدثوا عنه. إلا إذا الآن ردة فعل أهلاوية. انسومية سقوط ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء للأهلي. أتت اللحظة. بيراميدز أبدع لكن الأهلي ينتظر لحظته وحصلت يورتشيتش. الكرة فيها ركلة جزاء. شوف الكرة. هذا رياض. هذا صانع الامتاع. حتى الاشباع بالتمريرات. لف ودار ميو. ركلة جزاء في احتكاك، في مهارة، في لف ودوران، في تدخل من أسامة جلال، وبالتالي ركلة جزاء للأهلي. أنا ذكرت لكم الأهلي أقل شيء قادر على تسجيل هدف رغم ما قدم من أداء كبير فريق بيراميدز المصري وأظهر تحديه وشجاعته، إلا أن الأهلي بقدراته قادر على تسجيل على الأقل هدف وحيد في شوط المباراة الأهلي. أترك التعليق للجمهور. لكن جمهور الأهلي ينتظر لحظة، يريد واقع، لا يريد سيناريوهات صعبة، يريد أن تأتي لحظة التسجيل سريعا. من سيكون أمامها بالتأكيد ايفن توني الهداف الإنجليزي، من أجل لحظة مهمة. نعم، ركلة جزاء للأهلي في آخر اللحظات في شوط المباراة الأول. ايفن توني الهداف الكبير مع الأهلي لم يظهر، لكن الكرة الآن تأتي له يقول كلمته، وأمامه خبرة أحمد الشناوي صاحب 34 سنة. ايفن توني في التنفيذ، الهداف في التنفيذ الآن، صاحب اللمسة بالكرة. الأهلي يسجل التعديل. هذه أول الكرات لما هو قادم ويرغب به جمهور الأهلي. الكرة الأولى، الفرصة الأولى، التعديل. أهلي يركنها بهذه الطريقة. الهداف الإنجليزي الكبير انت في زاوية والكرة هناك في زاوية أخرى. يا إسلي هل تصعب المباراة على نفسك؟ قدم كرة ثابتة الآن. بيراميدز يريد المحاولة مرة أخرى، يلعب الكرة الآن الشيبي خطير، كيسيه في الإبعاد، تأتي الآن دامس، كرة إلى زلاكا. هذا اللاعب عنده شخصية، عنده جرأة، لكن أبو الشامات برافو. عودة إلى مندي، تمرير في الجهة اليسرى، كيسيه، هذه رأسية الآن، أتونغا، الكرة بالمحاولة، تشتيت، إيبانيز، والكرة الثانية. الله، كودت ارتداد الآن توري. هذه يبيها بيراميدز 2 على 1. مايلي ينتظر، زلاكا جريء، سيحاول بحل فردي، يسدد. يا زلاكا، لاعب يملك قلب لا يهاب وقلب جريء بتحركاته. عرفته أول مرة أشوفه، لكن أعرف اللعيب من حركاته، من قراراته. يا الله يا القرار. محمود زلاكا يسدد بهذه الطريقة
القائم يحمي الأهلي من الثاني لبيراميدز، بينما هذه الكرة والصراع البدني واللقطة اللي كانت ممكن الأهلي أنه هو يضيف الثاني، ارتد بيراميدز وكاد يضيف الثاني. شوف إيبانيز، إيبا الأولى أمام المنتخب الإندونيسي والثانية أمام المنتخب العراقي، بينما مصر اقتربت وبينما الأهلي هل يضيف الثاني الآن؟ صالح أبو الشمات يراوغ، هذه جاهزة للجول. يتألق الشناوي، يتألق الشناوي. صالح أبو الشمات لقطة كادت أن تكون محل فرحة. كسر صح، تحرك صح، هذه الموهبة الشابة القادمة. راوغ ضربها بهذه الطريقة، لكن تحتاج زاوية يا صالح. الشناوي يملك خبرة وراوغ ثقة أخرى من شاب سعودي في الجهة المقابلة، لكنها لم تكتمل بالشباك. هذه التسديدة وهذا التصدي لكامل الشناوي، هذه حلوة منه. تأتي الآن كريم إلى الجهة اليمنى، الشيبي خطير المغربي. هذه الكرة لون متابعة بافتكاك جميل وصلت إلى رياض. هذه لقطة الأهلي، هذه كرة الأهلي. صالح أبو الشمات، الله، الكرة الآن بالرأس، الله، لم تكتمل. إيبا لقطة كان ممكن يكون معها الجول. إمكانيات صالح المميزة تظهر في غياب افتكاك أتانجا ومن ثم عرضية، وإيبا قلب الأسد حاول بهذه الكرة لم تكن دقيقة. هنا كرة وصلت الآن، محاولة هذه خطيرة الآن، لكن في راية كرة فيها خطأ وهدف ثم راية. شوف اللقطة، الضغط على دامس وصلها بهذه الطريقة، وبالتالي في راية على مايلي في انتظار بالتأكيد الحكم. لقطة حصل فيها الخطأ الدفاعي. كل مرة يشرك لاعب في مركز الظهير الأيسر يأتي خطأ، حتى مع دامس. يورتشيتش بيراميدز يستغرب أنه لم يحتسب الهدف. بأي لحظة قد يؤذي فريق بيراميدز مرمى الأهلي، بأي لحظة. الرغبة حاضر، وبالتالي حتى الآن الأهلي لم يظهر بشخصيته. حتى الآن يعاني الأهلي في إيجاد المساحة وفي إظهار قوته. إذا تم الإلغاء، تم التأكيد على التسلل، تقنية خط التسلل بالتأكيد حاضرة من الفيفا، استمرار اللعب، لكنها لقطة بالتأكيد قد تكون انذار إذا لم يعود الأهلي لوضعه، ستهرب من المباراة. شوف اللقطة، فارق بسيط أعتقد. مايلي تقدم قليلا، تمريرة مهمة الآن وصلت. ايفن توني، هذه هي آخر مباراتين. الآن كرة تأتي راسي، الله، متابعة، يا الله، ضاعت كرة كيسيه. لا زالت أهلاوية تلعب الآن. ديميرال، صالح، الآن كيسيه ومتابعة ثانية تضيع، لكن الأهلي يقترب. شناوي الآن يلعب كرة سريعة خطيرة الآن. زلاكا قاتل على هذه الكرة، سرعة مبهرة، والآن يا الله، أحمد الشناوي يصنع فرصة هدف ثاني لبيراميدز. الحارس يضرب خطوط الأهلي بتمريرة سريعة بهذه الطريقة بصدمة الهدف الثاني لبيراميدز. يا الله على الكرة، أحمد الشناوي وزلاكا، كرة بطولية ومن ثم تعديل وتقدم لبيراميدز. الأهلي فقد التركيز في لحظة وتلقى هدف آخر من بيراميدز. يا الله على الكرة، يا الله على الكرة، زلاكا، شناوي، ثم إلى صاحب اللمسة مايلي. بيراميدز
ملوك الكرة كما يلقبون. القوة شوف 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 زلاكا، شوف زلاكا، شوف هذه كرة يعني ايبا توقعها خلاص. لا والله زلاكا قاتل ولمسه وجول ولمسه وجول. في مثل هذه المناسبات لا وقت للراحة يا ايبا، لا وقت للراحة. تفاجأ ان مندي لم يتقدم. تأخر، جهد 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 على لاعبي الاهلي، جهد على لاعبي الاهلي. الاهلي مر بمباراتين صعبة والان يواجه فريق مرتاح واوهم الجميع. خطأ موجود مبرر جدا لبيراميدز. الان نلعب على عامل وقت لكن لا زال مايلي يا الله يا الله. مايلي يأتي بضربة ثالثة ويصدم الأهلي. أين تركيزك يا أهلي؟ أين تركيزك أو تركيزكم يا لاعبي الأهلي يا جمهوره؟ لحظة جنونية. بيراميدز يسرق كل اللحظات وليست اللحظة، يسرق كل اللحظات في الملعب. هنا يا إسلام ماذا ينتظر؟ الثالث لبيراميدز. مايلي هي ليلته. كل لمسة يلمس هذا اللاعب خطرة، كلها خطرة، كلها مؤثرة على المرمى. الأهلاوي بيراميدز سارق اللحظة وليست اللحظة، بل سرق المباراة من أمام الأهلي المتعب. من 2 ريمونتادا، من 2 نفس الوضع. يجب أن لاعبي الأهلي يشعرون أنهم أمام فريق يسرق اللحظة ويسرق الكحل من العين حتى الآن من أمام الدفاعات، ويسجل الثالث على الأهلي في لحظتين فارقة. مندي يشيل ايش ولا ايش، يبعد ايش ولا ايش. كرة أخرى والأظهرة من أجل أن تساند، لم تقدم الإضافة. لاعبين منهكين ويبدو حتى المدرج متعب من 2 رومونتادا. لكن نحن في دقيقة 77. شوف ماذا يحصل. هذه كرة لون بيراميدز هل يجهز على المباراة برابع؟ اخطاء هنا الآن صالح أبو شمات. هل هي تكون عودة الأهلي؟ صالح الآن يلعب الكرة، تأخر، طول، ركلة ركنية، ركلة مرمى. أعتقد أنها ركلة ركنية، ممكن تكون نسبة كبيرة ركلة ركنية، لكن ركلة مرمى اقترب منه. 10 دقائق أخيرة. بيراميدز لعب مثل ما يقول الكتاب، بالضبط كيف أتفوق على فريق مع جمهوره القوي، فريق قوي على منه إمكانيات. شوف ما بقى أحد ما أخطأ في دفاع له. الكل أخطأ. صدمة لجماهير الأهلي.